كانوا عرضوا لنا 4 أشكال من الموظف، 4 أشكال بشكل عام أو 4 أشكال من الemployee profiles. مع التقدم دوّة أكيد طبعًا بيبقى في edge أكبر، بس بيحط challenges أكتر. أنا لو أنا في الteam واتسبت أسبوع، أسبوعين ما حدش بيسأل فيّا، أعمل إيه؟ دي أحد المزايا اللي بتقدمها الشركات، فأنا ما ينفعش إن أنا ما استغلش المزايا دي، زي الشركة إن هي تقدم لي أيوه مثلًا ما ينفعش ما حاجة استغلش فعلًا، بالضبط، ما ينفعش ما استغلش فعلًا. يعني الcare giving بالculture بتاعتها. أهلًا وسهلًا بيكم في حلقة جديدة من كلام overflow، البرنامج اللي بنحاول نساعد فيه الfresh grad والsenior students والjunior engineers في إن هم يلاقوا إجابات للأسئلة والاستفسارات اللي بتكون عندهم في أول الcareer بتاعهم. أنا عمر رضا ومعايا صديقي أحمد خالد، إزيك يا أحمد؟ إزيك يا عمر، إحنا بنسلم على بعض قبل الحلقة بس بالضبط، ندخل نسلم تاني. إيه الأخبار؟ زي كله تمام؟ الفل، زي الفل. طيب خلّينا النهارده إحنا عدّينا في الحلقات اللي فاتت بكذا phase وصولًا للphase بتاعة إن إحنا دخلنا شغل جديد، بقينا موجودين already في شركة، فعايزين في الحلقة دي نتكلم عن الchallenges اللي ممكن تقابل الfresh grad ده أو الشخص اللي هو مُقبل على إن هو يشتغل في شركة، ونبدأ نlist out كده إيه اللي ممكن يقابله وممكن يتصرّف فيه إزاي. فعشان ندخل للجزئية دي خلّينا الأول نأدرس كده point كده صغيّرة. الناس في العادي وهُم بيكونوا لسه متخرّجين من الكلية بيكون في شوية توهان، إحساس إن أنا عندي كذا حاجة موجودين وأنا لسه مش متخصص في حاجة معيّنة، في زي دايلاما كده موجودة ما بين إن أنا أكون specialist في حاجة معيّنة، إمم. أو إن أنا أكون more of generalist فأنا عارف حاجات كتير، عارف أجزاء صغيّرة من حاجات كتيرة، فمحتاج أفهم منّك أو أعرف منّك إزاي ممكن حد لسه متخرّج يأدرس الجزئية دي أو يأدرس الchallenge ده. بُص أنت أصلًا يعني قُلت تقريبًا الإجابة في قلب السؤال. أنا ما أعرفش أوي شغلانات بتحتاج ناس generalist غير ممكن في الطب، الناس اللي بتبقى واقفة في الطوارئ فبتيجي لها حالات مختلفة، فهي تعرف تتعامل مع كل حاجة. however وجهة نظري في مجالنا اللي هو ما ينفعش يبقى في حد هو generalist بس، ما بيعرفش حاجة واصل لها لغاية الآخر. أنا عايز أقول لك على حاجة، هو في الشركة اللي أنا شغال فيها حاليًا في عندنا حاجة اسمها employee profile. الemployee profile دوّة إحنا دخلنا session في مرّة عشان خاطر نعرف أكتر إيه الemployee profile. فهُم كانوا بيقولوا لنا إن كل موظف موجود في الشركة عنده set of skills، فإحنا بندرس الset of skills ديّة أو بنحط الset of skills ديّة بناءً على الexperience اللي عنده، وهو بيتحرك أو كاريره بيكبر بناءً على الskills ديّة. تمام. فكانوا عرضوا لنا 4 أشكال من الموظف، 4 أشكال بشكل عام أو 4 أشكال من الemployee profiles. قال لك بيبقى في employee profile اللي هو الI shape. الI shaped employee دوّة هو شخص آآ مركّز شوية في vertical وهو بقى subject matter expert فيه. هنقول مثلًا لو هو كsoftware engineer هو حد جايب الDotNet لغاية آخرها. تمام. however تيجي تسلّمه بقى technology تانية أو يخش في project فيه technology تانية يعطل. اهم. هو عارف الأساسيات الfundamentals شوية بشكل بسيط أوي، باعتبار اللي هو مثلًا في حاجات مشتركة هنا object oriented وهنا object oriented، هنا في algorithms وهنا، بس ييجي يمسك vertical تانية أو حاجة تانية يعطل شوية. اهم. أنا مش عايز أقولها بس على الsoftware engineers، يعني حتى الsupport engineers أو حتى في مجالات تانية. أنا بناءً على شغلانتي إحنا عندنا في Azure services مثلًا تمام. أو في cloud services، فأنت ممكن تمسك يعني service واحدة فيهم وتبقى جامد جدًا specialize فيها. فيها بالضبط. الحد اللي بيبقى أعلى منّه شوية بيبقى الemployee profile بتاعه اسمه T-shaped engineer. T-shaped engineer بقى ده حد واخد من كل بستان زهرة، واخد من كل فيلم أغنية، however في vertical هو تنين فيه، بقى subject matter expert فيه. ماشي. فبيسموه T-shaped engineer. اللي بعدها إن أنت تبقى عندك تخصصين، يبقى أنت SME في حاجتين. فالemployee أوكي. profile دوّة بيسموه الbi shaped engineer. bi اللي هي باي R square في الدايرة الباي أو أوكي، الطلاق الmathematics تربيع باي أو double T. تمام. فأنت في 2 verticals أنت expert فيهم، however أنت برضه عندك الfundamentals بتاعة حاجات تانية جنبهم. طيب هل في يعني preferences معيّنة المفروض الfresh grads يبقى حاطط في عين الاعتبار أنا عايز أبقى باي، عايز أبقى T، عايز أبقى I أنت والّا؟ وأنت لسه خارج من الكلية أنت بتبقى more of generalist لأن أنت درست حاجات كتير، درست algorithms، درست object oriented، درست مش عارف إيه لو أنت software engineer، درست الfundamentals بتاعة الcloud، fundamentals بتاعة الAI.
مش شرط أنت تشتغل في كل الحاجات ديّة، بس أكيد. حلو جدًا أنت تبقى مقوّي نَفْسك في كل الحاجات دي، تبقى عارف مش بس الأسماء، لأ عارف أكبر شوية من الأسماء الfundamentals. إمم. once إن أنت خلاص دخلت في career بقيت عارف إن أنا دلوقتي أنا say cloud engineer، أنا مش هاكتفي بقى إن أنا هتبقى حتّة الcloud عندي زي مثلًا الconcept بتاع الIoT، لأ ده أنا هابقى دوست شوية في الcloud، عملت إمم. حاجات بإيدي كتير، فباقوّي نَفْسي فيها أكتر، فدخلت هابقى أو الطموح بتاعي إن أنا أبقى subject matter expert في حتّة ما في الcloud كمان. إمم. فهو دوّة بشكل عام كده ده الtarget. مع الوقت زي ما كنا بنقول في الby shaped engineer اللي هو متخصص أكتر من حاجة، اهم. في الM shaped engineer. M shaped engineer بقى عنده 3. إيه 3 وأكتر، تمام. 3 أو أكتر، ممكن يقولوها كُمب اللي هي المِشط يعني كده، فأنت عندك verticals أكتر من 3 كمان شغال فيهم. أنت بقى عايز تروح دي بقى في حتّة شوية managerial يعني عايز تروح لحتّة الmanagement فبيبقى الemployee profile اسمه X shaped engineer، فأنت قطعت الحتّة بقيت راجل عندك cross functional، فأنت قطعت الحتّة بتاعة الmanagement وshowing empathy للpeople وmanaging الpeople مع الحتّة الtechnical كمان. فأنت إحنا بنشوف مثلًا في software engineering manager هم ناس تُقال جدًا في الكود، however هم مش كل تركيزهم في الكود، ده إمم. بيmanage team، مضبوط. فبيبقى الprofile بتاعهم شوية أكبر. لكن لو أنا حتّة يعني ما عنديش الحتّة بتاعة إن أنا أlead ناس وكده، فممكن بيبقى شوية الprofile بتاعي M shape. أنت المطلوب منك تبقى أنهي profile؟ أنت اللي بتحدد. اهم. وبرضه بناءً على طبيعة شغلك، ممكن يبقى حد طبيعة شغله وهو ما عندوش تخصصات كتيرة. إحنا مثلًا say startup إحنا بنfocus أوي في الproduct بتاعنا which is ليه علاقة بالweb development وهو مبني على الstack الفلانية مثلًا. خلاص أنا هاركّز في دي وهاجيب آخرها. تمام. دخلت في شغلانة تانية، أو أنا عايز أكبر، فأنا لازم آخُد لي stack تاني، لازم آخُد لي skill تانية وأجيب آخرها وما إلى ذلك. كمان كمان لك يعني بما إن إحنا الفترة دي عندنا موضوع الAI ده AI. بيviral. إمم. فبتلاقي إنه بيساعد كمان في إن أنت الهضم بتاع المعلومة المفروض نظريًا يكون أسرع، لو أنا عايز أهضم أكيد. stack جديدة، عايز أحاول إن أنا أفهم أكتر عن حاجة غير اللي أنا specialized فيها، بطريقةٍ ما أو بأخرى المفروض إن الAI بيسهّل حاجة زي كده. أنت بتحط effort بس أصعب من دلوقتي أسهل من إن أنت كنت زمان بتحفرك بإيدك على إن أنت إيه، تحاول إن أنت تشوف طريقة معيّنة أفهم بيها كود. أنت كمان بتبُص على ده وأنت جوّه الشغل مش وأنت برّه، فبتحتاج إن أنت يبقى في حد يساعدك شوية يفهّمك الدنيا ماشية إزاي، وبعد كده أنت مع الوقت تبدأ إن أنت تفهم أكتر الجزئية بتاعة الsyntax أو إنه دي شغّالة إزاي من ناحية الarchitecture يعني، بس إمم. حد هيكون بياخد بإيدك كده شوية في الأول. الcode base ممكن يكون دي بتعمل كذا، دي بتعمل كذا، عشان ده ممكن يكون بالنسبة لك مش مألوف يعني. أنت فكّرتني بالseniors اللي هو إحنا لسه داخلين الcareer، يقول لك دلوقتي أنتم بقى عندكم الإنترنت وبقى عندكم communities وبتاع، إمم. ده أسهل من قبلينا، كُنّا بنروح لغاية ندوّر في الكُتب دلوقتي. وأمهات الكُتب والمصادر ومش عارف إيه، واللي قبليهم كانوا بيقولوا لهم أنتم دلوقتي عندكم إنترنت، إحنا ما كانش عندنا إنترنت. فهو مع التقدُّم دوّة أكيد طبعًا بيبقى في edge أكبر، بس بيحُط challenges أكتر، لإن أنت طبعًا. بيبقى عندك ناس تانية بقى هي تعرف الlearning curve بتاعها عالي جدًا، فتعرف بسرعة تحصّل بقى. جامد إمم. فأنت بقى عندك challenge أكبر compared للناس اللي حواليك. خلي بالك كمان ده برضه عايز أضيف حاجة على الإجابة بتاعتك. ساعات ممكن ده يحسّس الfresh grads أو اللي هو الjunior engineer بال بالجزء اللي هو بتاع إن أنا إيه، أنا خايف أسقّط حاجة، أو إحساس إن أنا الناس كلّها بتجري ده، والناس كلّها عايزة تتعلّم كل حاجة، وأنا مثلًا حاسس إن أنا رتمي أبطأ. إمم. الحتّة بتاعة fear of missing out دي إن أنت FOMO. إمم. بالضبط، إن أنت لأ، أنا عايز أعمل كذا علشان ما أبقى بس زي الناس اللي بتعمل دي. أنا بالنسبة لي مقتنع إنه ده مش صح. يعني أنت ممكن تبقى يعني على دراية بقدرٍ ما مثلًا بtopic معيّن، بس يعني عاجلًا أو آجلًا أنت برضه المفروض يكون عندك زي edge أو strong point في مثلًا vertical أو في domain معيّن. زي ما أنت كنت بتتكلم، أنا prefer الجزئية بتاعة الT shape. أنت عارف عن حاجات كتير، بس في حتّة أنت دايس فيها أوي وده اللي أنت شاطر فيه. جِبت آخرها. أنت ممكن باستعمال الAI تزوّد ده مع الوقت، بس أنت لازم يكون عندك حاجة. أنا already عندي الbasics أو عندي الfundamentals بتاعة كذا topic، وعندي حاجة أنا متعمق فيها بشكل ما أو بآخر. فحتّة إن أنت كfresh grad تبقى خايف إن أنت حاجة تفوتك، أو إن إحنا الناس كلّها بتعمل حاجة معيّنة فاروح أعمل مع الناس. فلو تفتكر في الفترة اللي إحنا كنا موجودين فيها الblockchain كانت hyped بشكل مرعب، الناس كلّها إمم. كانت بتيجي تذاكر blockchain. وأنا مثلًا الblockchain developers اللي أنا أعرفهم ممكن يكونوا يتعدّوا على صوابع الإيد. أنا ما إمم. يعني إمم. إمم. الدايرة بتاعتي مثلًا ما فيهاش blockchain developers كتير، مع إن الtopic وقتها كان hyped بشكل مرعب يعني. طيب خلّينا ننقل بقى على الجزئية اللي بعدها. دلوقتي أنا لسه بادوّر على شغل أو خلاص لقيت بقى قدّامي مثلًا أكتر من offer. تمام. هل أنا الشغل الremote بالنسبة لي كحد في بداية الcareer حاجة هتريحني والّا هو هيقلل الlearning curve بتاعي؟ خلّيني أreflect برضه وجهة نظري على السؤال ده، بحكم إن أنا بعد التخرُّج، بعد ما كمان خلّصت جيش، أنا أول شغلانة اشتغلتها كانت remote أصلًا بقى.
أوكي. تمام. فهاقول لك برضه على اللي أنا قابلته في الفترة دي، والفرق ما بينه وما بين الشغلانة اللي أنا كنت شغالها مثلًا في corporate في on site، وبعد كده لمّا نقلت تاني شركة تانية كنت فيها on site. هاقول لك الفرق بشكل مختصر يعني. مبدئيًا الlearning curve في أي مكان جديد هتروحه لا يمكن يبقى قليل، والله remote on site hybrid مش هتفرق، علشان أنت داخل مكان أنت بشكل ما أو بآخر في أول فترة لازم هتكون بتطلّع يعني outcome منه، باستفاد بشكل ما بالstack بتاعة التكنولوجي اللي الشركة دي شغالة بيها، الbusiness بتاعهم، أنت بتتعرّض لحاجة جديدة، أوكي. فكده الlearning curve بتاعك هيكون طالع في الفترة الأولانية. تمام، سواء بتنزل أو ما بتنزلش. طيب أنا مثلًا ما ده باحتكش بناس عمومًا يعني، والّا لو أنا fresh grad ده بالذات in يعني؟ general. طول أوكي. ما أنا باروح مكان جديد، الفترة اللي في الأول دي بيكون فيها learning curve. أبسط حاجة هاتعلم اللي الشركة دي شغالة بيه، يعني هاتعلم الشركة دي شغالة إزاي، التكنولوجيا بتاعتها عاملة إزاي، هاخد نبذةٍ ما. بالنسبة لي ده هيخلّي الlearning curve عامل كده. طيب هاوصل عند مرحلة معينة خلاص فهمت. أنا what's بقى next بقى؟ what next يعني أنا كده بالنسبة لي المفروض إن الطبيعي إن الlearning curve يكون آخد curve تصاعدي، ما يبقاش steady لفترة طويلة، حتى لو بقى steady ما يبقاش لفترة طويلة وما إمم. يحصلوش drop. أوكي. فإحنا لازم يبقى بشكل عام overall الدنيا إيه، بتعلى معايا. فكرة إن أنا أكون شغال totally remote وأنا لسه fresh، هالوز حتّة مهمة أوي في نزولي للشركات، ألا وهي الاحتكاك بناس هم أعلى منّي on a technical level، هيقولوا لي حاجات ممكن تبقى breaking points في الcareer بتاعي، إمم. ومش هاخدها في الslack communication. هاقول لك حاجة حلوة، لمّا أنا أبقى مثلًا قاعد في مكتب وحواليّا مثلًا مديرين كتير، وأنا عارف مثلًا إن في الdepartment بتاعنا في الtech lead أحمد خالد موجود، وقاعد مثلًا في الdesk اللي قدّامي ده، وأنا مثلًا في حاجة عايز أسأل فيها، سواء بقى ليها علاقة بالشغل، ليها علاقة بhierarchy الشركة، ليها علاقة إمم. مثلًا إزاي سؤال جاي الشركة، في دماغي سؤال عمومًا، حاجة آه. أنا علشان آخد الstep بتاعة إن أنا أروح أسأل وأنا شايف أحمد قدّامي على هالِف المكتب، الكرسي بس يعني هاروح أسأل أحمد. أوكي. على العكس الناحية التانية، أنا ممكن أبقى مثلًا على Slack أو على أيًا كان الcommunication channel اللي موجودة في الشركة، حاسس إن أنا محتاج أتحضّر موشّح عشان أخُش أبعت رسالة لأحمد اللي ما يعرفنيش أصلًا. أو خايف أزعجه حتى لو أنا اللي أعرفه وهو هو خايف أحمد أزعجه مكتوب tech وهو. lead والّا مكتوب director، في إمم. اسم مسمى تقيل، إمم. فعايز برضه أعمل قالب message علشان أقدر أبعته للشخص ده، عشان الشخص ده يعرف إن أنا باسأل على حاجة، فيبتدي إن هو يرُد عليّا. أصعب. إمم. و و والhustle بتاعتها لأ، الموضوع مش سَلِس ومش بسيط زي لمّا يبقى أحمد بيشوفني في الشركة، فلمّا بننزل نتكلم مع بعض، باعمل قهوة، باعمل شاي، أحمد بما إن هو title كبير سواء tech lead أو director، هتلاقيه أصلًا هو already بيsocialize مع الناس، فوارد يعرف أنا ده new joiner، طب أنت جاي منين، الbackground بتاعتك، كل القصة دي، فهيbreak الice. إمم. الحتة بتاعة إن أنا الدنيا محجرة دي، وأنا عشان أنا شغال remote فما فيش حد بيشوفني، ما أنا معروف على Slack للناس اللي شغالة معايا بس، ما حدش أوكي. بيشوفني كبني آدم يعني إمم. in person في الoffice. فده بيسهّل التنقل بتاع المعلومات ما بينك وبين الناس اللي أقدم منك في الشركة، سواء أكيد. بقى معاك في الteam، معاك في department، في teams تانية، في departments تانية. الجزئية اللي أنت كنت بتتكلم فيها لو تفتكر في الحلقة اللي فاتت على موضوع الcommunities، إمم. أنت هتلوز ده كله. إمم. أنا دلوقتي معزول ومحشور في الحتة بتاعة أنا بارُد على الناس على Slack اللي عارفينّي إن أنا موجود على Slack. إمم. فاهم قصدي؟ ف الlearning curve في الأول هيكون كويس، وبعد كده عند مرحلة معيّنة هتحس إن أنت دايرة الnetwork بتاعتك في الشركة قد كده، ما بتكبرش وأنت ما بتتعرفش على حد جديد، إمم. والدنيا بقت ماشية بمعدل ثابت، فبدل ما الlearning curve عمّال يعمل كده، هيبقى steady لفترةٍ طويلة. إمم. وده حصل معايا وأنا لمّا كنت شغال remote بعد الجيش على طول. أنا كنت في الأول باتعلم والدنيا تمام وبيس وزي الفل، وبعد كده بعد أول سنة بدأت الدنيا تبقى اللي هو إيه، ما إحنا كل يوم بنعيد نفس اللي إحنا بنعمله كل يوم، إمم. وأنا ما إمم. باشوفش حد جديد، وهُم نفس الteam، نفس البني آدمين، ما فيش حاجة بتتغيّر. ده أولًا هيأثّر عليك كمان نفسيًا، يعني أنت هتحس إنك فجأة بتتوحّد، وبقى في شوية سِنّة اكتئاب كده مش ألطف إمم. حاجة. ليه؟ علشان أنت الاحتكاك مع الناس بقى أقل، وأنت كمان في الفترة بتاعة وأنت صغير دي، أنت محتاج إنك تكلّم ناس، محتاج إن أنت تسمع علشان تاخد experience أكتر، وتبدأ إن أنت تتعلّم الحاجات اللي ما بتتقالش في الmeetings مع الناس اللي في الteam بتاعك، هتسمعها وأنت في المكتب. فكل ده بيdrop منّك طول ما أنت شغّال من البيت، أو طول أنا ما وقفت أنت عند نقطة بتتوحّد by the way، أنا حسيت إن في حد دقنه طوِلت والدنيا أيوه باظت بتلاقي الدنيا باظت منّك فعلًا، بتحس أنت بتحاول تجري ورا أي حاجة تنزّلك للناس في الشارع، حتى لو مش في الشغل، بس أنت أوكي. قاعد 8 ساعات من يومك كل يوم، ما فيش حد، ما بتتعاملش مع بني آدمين، أوكي. دي مش حاجة صحّية. بتتعامل تمام. مع إيه؟ الناس اللي على Slack.
اللي هم بالنسبه لك حاجه فيرتشوال يعني انت ما مش فيش بتشوفهم الهيومن سنس بتاع ان انت حتى بتتكلم مع حد. ابسط مثال الناس اللي بتقعد تهزر وتتكلم مع بعض حتى في الحته بتاعت سنس اوف هيومر دي، او الناس بتكسر الباترن بتاعت ان احنا قاعدين شغالين. ده بيفرق معاك نفسيا ان انت ايه، انا عندي طاقه ان انا ابدا اكمل شغل. ده بيساعد اوفرول على ان انت تحس ان انت انا جزء من المكان ده، وعايز ابدا ان انا اتعرف على ناس اكتر علشان اخد معلومات اكتر وهكذا. إمم. فانا بالنسبه لي لا، افضل الشغل الاون سايت في الاول بالذات. على الاقل هتبقى بنيت الاكسبيرينس اللي انت ممكن تقف عليها، علشان لما تحتاج وانت ليد مثلا او انت مانجر ان انت تشتغل ريموت عادي بقى، خلاص مش مشكله يعني. ان مش اللي انت هتعمل له ميسنج او اللي هيقع منك، ما فيش مشكله ان هو يقع، عشان انت اوريدي خدت اكسبيرينس محترمه. فمش نزولك الشركه هو اللي هيعسفك في الفتره دي. إمم. فده بالنسبه لي وجهه نظري في موضوع ان انت تشتغل ريموت، فده ياثر على الليرنينج كيرف في الاول. ما احبش ده. بعد كده لا طبعا، يعني كمان لما بتيجي تكبر ومسؤوليات وبتاع، بيبقى الموضوع لا، خليني احسن من قاعد في البيت، مش عايز مصاريف. ما تبداهاش كده من الاول يعني. يعني اقعد شويه بس، وبعد كده ابقى تفكر في ان انت تكمل نزول. قول لي انت وجهه نظرك. انا متفق معاك. هي بالنسبه لي زي حته الجيم. تخيل ان انت جبت كل الاجهزه حتى اللي في الجيم وحطيتها في البيت. مم. انت بتفقد عاش، صح. بتفقد حته ان انت في حد معايا يا كوتش بعد اذنك. بالظبط حد يدي لك حته كده ايه المساعده. مم. بتفقد حته ان انت تتعلم. شفت حد بيعمل تمرينه جديده وانت راجل جيماوي، مم. فانت مش الموضوع مش باي بوك، الموضوع مش ثيوريتيكال. في حد ممكن يعمل تمرينه جديده يقول لك دي بديل مثلا الفراشه او بديل مش عارف ايه، دي احسن فبتفتقد الحته دي. صح. الحته اللي انت قلتها بتاعت السينيور دي اصلا هي نظريه اسمها ليرنينج باي اوسموزز. اوسموزز اللي هو كنا خدناها في الكيمياء، النظريه الاسموزيه. انت طبعا كنت بتدرس بالانجليزي فانت خدتها اوسموزز زي ما هي يعني. anyway بيقول لك لو جبت مثلا شويه فراوله وحطيت عليهم سكر، فانت بتاخد عصاره الفراوله احسن حاجه في الفراوله دي. ايوه صح. فانت قعدتك مع السينيور بيحصل الترانزيشن دوت. يعني انت عمرك ما هتتعلم حته انت هتشوف كولز بس. فانت حتى لو دخلت معاه مع كلاينتس وبتاع، انت مجرد ما الميتنج انتهى انت عملت دروب وهو عمل دروب خلاص. هو الناس دي وقتها في قصير، حاجه في الكواليس انت بسرعة. بتفقدها. انت اصلا هو لو انت شغال مع سينيور بقى ودخلت مع كلاينتس مش عارف ايه، والميتنج حصل فيه حاجه، اقول لهم خلاص طيب نعملها المره الجايه ممكن يقفل الميتنج يقول لك دول ولا فاهمين اي حاجه. ده هو شاف ان مثلا الاي اي ده ترندي فهو بقى عايز يعمله، ده هيضرب له الكوست مش عارف ايه. فانت في حاجه في الباك جراوند انت فاتتك. هو يعمله اللي هو عايزه، بس هو ايه قاعد يشرح لك اكتر. لا دول هم مش باصين لقدام في كذا، هم عايزين بس يستغلوا الترند. هم مش البوينت دي كلها هتفوتك. صح. حته ان انت في نتورك بتبقى محتاج تبني تراست في الاول. فانت محتاج تبني نتورك عشان تبني معاها التراست. فانت بمجرد ما انت بقيت يعني اوف لاين بس او سوري ريموت بس، فانت بس بتتعامل مع الثلاثه اربعه ومديرك او خمسه سته معاك في التيم ومديرك. الموضوع بقى خلاص قفل. مع الوقت بيبقى صعب. انت مع الوقت بقت هي دايرتك هي دي. الصغيره اللي احنا قلنا عليها. فبتفوتك فرص ثانيه انت مش هتبقى اوير بيها. مش هتعرف ان فاتتك كمان فرص لان انت مش شايف حاجه. انت بقيت في سكيل صغير قوي. مش هتعرف ان في تيم تاني شغال على حاجه مش عارف مثلا ان في تيم تاني اتعمل اصلا مثلا. اصلا. فانت ممكن يبقى في كولاب، كل ده ما فيش. يعني لو المانجرز عموما، او ما فيش مثلا ميتنجز بتجمع الناس كلها. وحتى زي ما قلت لك الكلام اللي هو له علاقه بالميتنجز او الناس بتتجمع كده، الوقت بيكون قليل، فانت ما بتقدرش ان انت تستفيد في الكلام مع الناس اللي هي اصلا مش معاك في دايره التيم بتاعك. فده بيأثر على الاستفاده العامه من وجودك في الشركه. الوقت اللي انت هتقعده في الشركه ده، انت بتحاول قدر الامكان ان انت تطلع اعلى اوتكم من الفتره دي. أكيد. ففي الفتره اللي في الاول طول ما انت صغير، زي ما قلت لك، انا بالنسبه لي قصه الريموت دي مش الطف حاجه يعني. طيب لو انا بقى يعني اتعرضت لده وبقى هو يعني عايز اقول لك انا لما اتخرجنا كان اتفاجئنا بالكورونا، فاحنا ما كانش في مفر من الموضوع دوت. وبعد كده الشركات بدات تطبق الموضوع ده. فاحنا في جينيريشن اصلا ممكن يبقى طالع مش اوير بحته ان انا لازم كنت في الاول انزل والكلام دوت. فهي فايتاه الحته دي، فهو مش حاسس ان في حاجه فايتاه. هل لو انا بناء على الكلام اللي احنا قلناه، هل لو انا لسه بادئ الكارير بتاعي وخلاص انا هتحط في هايبرد انفايرمنت او فولي ريموت انفايرمنت، شغال في شركه بره مصر، التيم بتاعي في مصر محدود وما فيهوش الناس اللي شغالين معايا وزن التيم الصغير دوت، فانا خلاص كده ما فقدت النتوركينج خلاص؟ بص، هو انت ما فقدتوش خالص. في حاجات ممكن تعملها از سايد تحسن شويه من الوضع، بس مش هقول لك ان هو هيبقى يعني مش هيساوي الناحيه الثانيه. بس خلاص اتحطيت في الموقف انت خلاص وجبرت جوه. على طيب كده احنا عشان نقلل الاضرار قدر الامكان، في ناس بتعتمد كذا طريقه. في ناس بتقول لك انا هعمل انيشيتيف، فمحتاج ان انا يبقى عندي بي او سيز من تيمز ثانيه، فمحتاج اكلم ناس. يبدا ان هو يقول يا جماعه انا بعمل انيشيتيف، فمدير يقول له مثلا لا كلم البي او سي من التيم الفلاني، فيبدا يعرف التيم الفلاني يعرف ان انت موجود، وبتبيلد بي او بس سي. انا لسه جونيور برضه. دي يعني هي طريقه حلوه بس شويه
للناس اللي متعينين في شركات كبيره وهم هم كبار شويه فيعرفوا يقولوا انيشيتيف وبتاع ولسه فريش. ابسط حاجه، لو حاجه مالهاش حتى علاقه بالتكنيكاليتيز اعملوا اوتنج، اخرجوا يعني خروج عاديه عادي خالص بره الشغل. وانت لما تنزل مع الناس اللي موجودين في مكتب مصر مثلا، لو افترضنا ان مكتب مصر ده توتالي ريموت او مثلا جزء منه هايبرد، لما تنزلوا هتتكلموا فالناس هتعرف ان انت موجود. ايه ده، انت في تيم مين، شغال مع مين، طب انتوا شغالين على ايه، احنا شغالين مع حاجات الفلانيه. فتبدا ان انت تشالايز في الاوتنجز. برضه هيرتبط بان انت تنزل، مش لازم في المكتب بس هتنزل بره عشان تبدا ان انت تتكلم مع الناس دي. طيب فزي ما قلت لك انا بالنسبه لي حاسس ان انت يا اما تنزل اوتنج يا اما تبقى بتكون انيشيتيف معينه فتبدا تتكلم مع الناس اونلاين. ده هيخلي الاحتكاك بتاعك مع ناس اكتر في الشركه بيزيد، فيبدا ان دايره النتورك بتاعتك توسع. قول لي انت لو انت محطوط في كيس زي كده هتعمل ايه؟ طب وانا بالفعل اتحطيت في كيسز زي كده لان معظم الشركات كانت بتسبورت الريموت، وكمان انا بقول لك اتخرجنا كان في الكورونا. بس كان بالنسبه لي هو المخرج منها اتعلمتها في اول شركه وطبقتها في تاني شركه. كان الكافي بريكس، انت بيبقى فيه كده ميتنج ربع ساعه، مش هقول لك ممكن كل يوم، لا هو بيبقى مرتين في الاسبوع. فالكافي بريك دوت بيدخل فيه دايره اكبر من التيم صغير بتاعك، فبتبدا تتعرف على الناس، ومنها اصلا بتبدا تتعرف على التيم بتاعك بشكل اكبر. ممكن الناس تبدا تتكلم مش في حاجات شخصيه بس، يقول لك لا ده انا عيالي في المدرسه الفلانيه، فيبدا يشير معاك حاجه، ده حاجه اكبر من كونه اللي هو السينيور او هو شغال في الحته الفلانيه بس. بس مين اللي بيهوست ده؟ يعني مين اللي لما انا في الاول ما انا بقول لك كانت في شركه موجوده وفي شركه ثانيه انا اللي عملتها. اوكي. يعني هي شركه دخلت لقيت فيها الحته دي فكانت حاجه سبورتيف جدا. جميل، انا اول مره اشوفها. مع الكافي بريك بقول لك هي بتبقى حاجه ربع ساعه، ممكن مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع. حلو. تبقى على سكيل اكبر من السكيل بتاع التيم بتاعك. مم. في الشركه الثانيه لما دخلت كانت صدفه ان انا اول واحد في مصر بيشتغل في الحته دي، فما كانش في تيم في مصر اصلا لده. اصلا بقى وما كنتش انا اوير بالتيمز الثانيه، التيمز الثانيه مش شغاله كلاود وكده، فبدات انا هوست دوت بس الناس اللي هو نفس التيم بتاعي بس الدايره الاكبر اللي هم موجودين بره. فعملنا كافي بريكس هو ربع ساعه وكان مره اسبوعيا، فبدات اتعرف اكتر على الناس. انا رحت لمديري، انا اكشلي حسيتها ان انا بقيت برو اكتف، يعني انا جالي رده الفعل ان انا بقيت برو اكتف، ان انا عملت حاجه شبه كده والتيم محتاج حاجه شبه كده. في حته الكافي بريك ديت مهم. في حاجه تانية اكتشفتها عايز اقول لك يمكن مؤخرا من سنتين بس، ممكن تعملها عشان خاطر تزود الدايره بتاعتك. بيبقى في ميتنجز اكروس الشركه كلها، بيتبعت لك فيها انفيتيشن، حتى لو كان تريننج ساعه في حته فلانيه، حتى لو كان في اخبار جديده عن الشركه فبيبعتوا لك انفيتيشن. هيجرى ايه لو دخلت الميتنج ده بدري شويه، مش بدري بربع ساعه عشان ما حدش يقول عليك متخلف يعني بس فتحته 4 5 دقايق قبل الميتنج ده ما يبدا، تبدا الناس تبدا تدخل عاملين كلهم ميوت. لو انا لسه داخل الشركه جديده فهو حد دخل يعني انا دخلت اول واحد فتحت الميتنج، فاكيد في اول واحد هيخش بعديا امسكه، هاي فلان ايه الاخبار هو ما فيش مساحه، هو خلاص وانتوا بقيتوا انتوا الاثنين لسه في الميتنج، فعادي احنا بنرمي السلام يعني. هاي فلان ايه الاخبار، يبدا يقول لك ازيك مش عارف ايه، طبعا انت اول مره تشوفني عشان لسه متعين جديد اصلا بقى وداخل اعرف انتوا بتعملوا ايه. انت الناس اصلا تديك الايس من ناحيتك انت بالظبط. انت ما انت لازم تبقى انت برو اكتف، ما انت مفيش حد هيجي يتعرف عليك في تيمز دي صعبه. لكن لو انت في شركه وبتشرب حاجه فانت ممكن تحت يقول لك فين اللبن، فتقول له ده هو موجود في الحته الفلانيه فيقول لك تمام، وتبداوا ايه تتعرفوا على بعض مره في مره. لكن انت ريموتلي ده مش وارد قوي. خلينا متفقين ان بتبقى الفرص اضعف محدوده شوية. محدوده خالص. فبقول لك انت لازم تبقى برو اكتف، لا مفر من ده. طيب بدات شويه خلاص عرفت حد وبتاع، الناس عندها السنس بتاع ان انا عايز اساعد. مش عايز اقول كل الناس كده، بس في بناء على تجربتي الخاصه تفاصيل كبير، شريحه كبيره قوي بالذات في المجال بتاعنا هي عايزه تساعد، ولو لقيت حد تايه او حد لسه جديد او بتاع هي بتكون انيشيتيف صغير خالص ان انا هاخد بايد الشخص دوت كده. مش كل الناس بتعمل كده بس في ناس بتعمل كده. بس هم ممكن ما يبقوش لاقيين الفرصه، مش لاقيين الشخص اللي يساعدوه. ابدا يعني ريز يور هاند بشكل لطيف، مش متطفل. انا لسه داخل جديد، انا ما اعرفش انتوا بتعملوا ميتنجز ديت بايه باني غرض، فيبدا يقول لك لا ده احنا بنعملها مثلا اون كوارترلي بيزز عشان خاطر نعرض النتائج بتاعتنا ومش عارف ايه. فتبدا ايه عرفت الشخص ده يا جماعه انا بغرق انا بغرق لو انا هنا زي انتوا شايفين انا بغرق يا جماعه حد يرمي اي حاجه بالظبط. فتبدا تعرف حاجات انت حتى منها يعني مش تبقى عارف الكلام دوت لو انت ما عملتش الانيشيتيف الصغيره دي. طب حد بقى قال لك حاجه معلش امسك فيها، قول طب معلش انا هصدعك بقى كل شويه عشان انا جديد هنا، انا مش عارف اي انت حاجه. لبستني، انا اسف انت لبستني انت اول واحد والله ما هسيبك. عارف فيلم الناظر لما ده انا ما صدقت لقيتك بالظبط. بمناسبه الغرقان
انا لو انا في التيم واتسبت اسبوع اسبوعين محدش بيسال فيا اعمل ايه؟ هو كده نسيوني انا انت كده، انت لسه داخل جديد، انا كده بغرق بجد. انت لسه داخل جديد كده. اه لا هم مش نسيوك، هو انا من وجهه نظري برضو بيبقى في فرصه بتاخدها انت في الاول انك تتعرف على الانفايرمنت. انت مش هتخش اول يوم تاخد اللابتوب وتبدا في التاسكات، ما في ده مش يعني، حتى انت لو حصل معاك كده يبقى تجربه غريبه شويه. انت لسه في الاول محتاج شويه امبوردنج، يعني بيبقى في كده حاجات عليك مانداتوري، اللي هو مثلا سيشنز سكيورتي تريننجز، سيشنز ستيشن مش عارف ايه، يعرفوك على طبيعه الشركه. طبعا ممكن التريننجز ديت يبقى مكتوب لك اللي هي تخلص 3 ساعات، انت لو عملت نكست تخلصها في ربع ساعه، بس هم بيبقوا معتمدين على ان في ريفرنس كده هم حاطينها انت هتروح تبص فيها وما الى ذلك. بيبقى في فرصه انك تتعرف على التيم. المفروض يبقى عندك زي بادي لو انت لسه داخل جديد، حد بس هيقول لك، اونبوردنج حتى بادي. لو هو مش معاك في التيم يقول لك هتستلم اللابتوب منين، ما انت لسه في تولز محتاج تنزلها، لسه محتاج صح. تعرف التيم ده شغال في ايه. فطبيعي ان انت تدخل اول فتره ما بتبقاش مطلوب منك حاجات بشكل اساسي، احنا مش مدخلينك نسلمك اللابتوب وتبدا تشتغل النهارده، لا انت لسه محتاج تعمل اونبوردنج. في شركات صغيره ما بيبقاش فيها الاونبوردنج دي حاجه كبيره، ومع ذلك برضو انت بتفضل قاعد، بيدوا لك فرصه تستوعب انت فين. بس بعد كده المفروض هيبدا التاسكات تجي لك. لو انت حسيت نفسك قاعد تماما قاعد فاضي وخلصت كل حاجه، عايز اسالك سؤال، انت تعمل ايه كجونيور يعني؟ كجونيور هعمل ايه؟ بص هقول لك، عشان انا جربت حاجه شبه كده، مش قوي يعني بهذا الوصف بس شبه كده يعني. علشان ما كانش لسه جات لي سبرنت يبداوا يوزعوا التاسكات، يعني كنت خلصت اونبوردنج بس اوكي. ما دخلناش ميتنج سبرنت، فابدا ان انا اخد حاجه من الباك لوج بتاع امم الشركه. بس انا عرفت من الاونبوردنج بودي ان احنا بنقون 1 2 3 4 من السيرفيسز. فبدات اقرا كود، يعني دخلت بدات اقرا الريدمي فايلز والدوكيومنتيشنز اللي معموله لكل سيرفيس عشان افهم دي بتعمل ايه. على الاقل لما يجي السبرنت او لما نيجي نوزع من الباك لوج ابقى عارف عندك انه باك جراوند. انا عايز من السيرفيس دي، انا دي ممكن افهم اعرف اكونتريبيوت فيها. فهتلاقي مساحه ما حتى قبل ما يبدا يتوزع عليك حاجه ان انت تفهم اكتر. لو هي حاجه مالهاش علاقه حتى بالسيشنز اللي كانت اسايند عليك، او احمد خلي بالك انت، احنا التيم ده بيقون الفيرتيكال الفلاني، فاحنا مسؤولين عن اي حاجه ليها علاقه مثلا بالبيمنت. فتخش يا باشا على جيت هاب، لو في مثلا ريفرنس للسيرفيسز اللي التيم بتاعك بيقونها زي ديكشنري او دايركتوري او وات ايفر، والله بنسيب السيرفيسز اللي تحت البيمنت فيرتيكال دي 1 2 3 4، بتخش بص سريع كده على الريدمي فايلز، انا فهمت الدنيا مش شغاله ازاي بتاع. الاونبوردنج بادي ده ممكن ترجع له في ان انت مثلا تقول له طيب انتوا هنا في الشركه لما بتيجوا تعملوا حاجه ليها علاقه مثلا بنتوركينج بايا كان، يقول لك ده في التيم الفلاني ده ممكن ما يبقاش جزء من الاونبوردنج بتاعك، بس هو نوع من انواع الاويرنس. على فكره عمر، انا ملاحظ ان انت في كل حلقه بتستريس قوي على حته وبتعرضها كل مره بشكل مختلف تحت مسمى دو يور هوم ورك. ما هو ده دايما لازم، انت عندك حاجه تعملها، اصل ما انت تقولش ما فيش حاجه اسمها انا قاعد كده. فاضي. يعني ايه؟ اكيد ما تقنعنيش ان كل الشركه الطويله العريضه دي مم. ما فيهاش حاجه ممكن تقعد تقراها لحد ما حد اسال عليك تاسكايه يعني. تبقى عارف الاندستري اللي هي الشركه دي شغاله فيها بتتكلم في ايه، الكود زي ما انت قلت اي اركتكتشر، والدوكيومنتيشن. اي حاجه، اي حاجه. خليك برو اكتف، انت لازم تقول خليك برو اكتف بطريقه ما او باخرى. حاول انت اللي تاخد الستيب بتاعت انا عايز اعرف اكتر. ده زي ما قلنا قبل كده بيسيب امبريشن كويس. بالمناسبه بخصوص موضوع الاسبوع او اسبوعين ما حدش اصلا عليك حاجه، انت ممكن ده يحصل معاك بعد الاونبوردنج حبه حلوين، which is flag risky موت. يعني قعدت 6 شهور شغال مع التيم والدنيا تمام، اوكي، وبتاخد تاسك ومره واحده تمام، تصوير ما جالكش شغل جديد. قاعد فاضي. ايه بقى؟ يعني خلي بالك في ناس بتتعرض لحاجه زي كده ومش بيريز هيز هاند، يا جماعه انا عايز ابدا اشتغل على حاجه معينه، انا عندي كاباسيتي تمام. في مانجرز ما بيعملش نوع من انواع المايكرو مانجمنت، يعني مش بيمسك واحد واحد بيقول له انت فاضي ولا لا، انت خصوصا ده كمان بيحصل كتير قوي مع الجونيور انجينير. يعني مثلا يبقى المانجر عنده سينيورز، عنده تيك ليد وبتاع، وعندنا ديليفريز فالدنيا بتجري، فالجونيور وعايز يديها التصفيه لحد اللي هينجز. يلا بقى بسرعه. هو عارف ان عنده جونيور بس ممكن يبقاش مش بيعمل مايكرو مانجمنت، فيعرف الجونيور ده محتاج ياخد تاسكايه. ده ممكن كمان يحصل نوع من انواع الدروبنج للوان تو وانز اللي بيتعامل مع الجونيور ده عشان ما فيش وقت، او ان احنا في حاجه دلوقتي في فاست ديليفري محتاجين نعملها والدنيا ضيقه. فده وارد يحصل حتى بعد الاونبوردنج بفتره. اوكي. انت لو مش بتريز يور هاند وتقول يا جماعه انا عندي كاباسيتي وعايز اخد طب انا عايز اشادو، بلاش يا سيدي مفيش تاسكات في الباك لوج شادو مع حد. الشادوينج هو ان انت تعمل نوع من انواع زي البير بروجرامنج، او انك تشتغل مع حد في سيشن هو شغال على تاسكايه معينه، فتبدا ان انت تستفيد من الشخص اللي عنده كونتكست، وفي نفس الوقت تفهم اللي هو شغال عليه ده عباره عن ايه. اوكي.
فاهم قصدي؟ حتى لو هادخل معاه meetings وأنا عامل mute مش هاعمل أي حاجة. اعمل نوع من انواع الشادوينج. احنا أوكي. بنعمل ده في اون كول بروسيس، بتعمل ده في سيرفيس بروجرامينج. لو انت بتديفلوب فيتشر معينه، الشادوينج بينفع في اي حاجه، ما بيقولش لا. وهي ما لهاش علاقة كمان بالsoftware engineering، بس أنت لو اي حاجه، whatever شغلانتك خدني أنت بايدك، بتخش هات حد كبير، معلش يا عمو بعد اذنك أوكي. اجي معاك بس الحته اللي انت رايحها، فاهم؟ فالشادوينج مهم. حاول بقدر الامكان ما يعديش عليك فتره وانت ما بتعملش حاجه وما بتقولش انا ما بعملش حاجه. ليه؟ أوكي. علشان بيتحط فلاج كده وقت لما يحصل ايفالويشن، وهو مثلا بيشوفوا مين البرفورمانس بتاعه ممكن يكون مخستع، أصل هيترجع لك تاني، يعني هيرجعوا لك تاني، إيه ده أنت ما عملتش هتتحط حاجة، أنت تحت كنت قاعد. الميكروسكوب يا ريس، وكل سنه وانت أوكي. طيب، أوكي. فاهم قصدي؟ ودي كمان بتسمّع في حتة الevaluation اللي طبعا ليها علاقة بالprobation period، دي ده لو لسه انت في الاول، هنتكلم عليها ده قدّام لو يعني. انت في الاول. انا بتكلم في أوكي. الكيس بتاعت انه لا، انت خلاص خلصت بروبيشن وانت إمم. موجود، إمم. بس هيعدي عليك انوال ريفيو، يعني انت كده حد هيراجع عليك بعد كده، أوكي. فهيلاقي انه ايه يا باشا الدليفريز بتاع الراجل ده. والله المانجر هيقول له ما كانش بي اسك فور تاسكس يعني، وانا مثلا وبتظهر أوي في حتة الsoftware engineering، بيبقى في commitments مثلًا على GitHub أو whatever، في فإيه ده عدد الpush request في هنا بُص قد إيه دوّة، وبُص ده عامل. في كوميتس بتتعمل في جيرا تيكتس مثلا ما بيتعملهاش ريزولف، في كذا حاجه، في كذا مترك ممكن اشوف بيها فلان ده شغال ولا مش شغال. ممكن اجيب الكونتريبيوشنز على اي بالضبط. بورتال احنا بنتراكه. اي يوتيلايزيشن، بما ان احنا بنتكلم عن الاي اي، بيستعمل كام توكن، إمم. بنعرف بقى الموضوع بيبان يعني. وانت لو انت مطنش هتبان انك مطنش. فأنت بتقول لي كده إن أنا لو أنا داخل شركة جديد، فأنا هو مبدئيًا إحنا قُلنا أنت محتاج وقت الأول عشان ده طبيعي، خاطر تعرف الشركة دي شغالة في إيه، ده طبيعي الindustry بتجيب فلوس منين، وما إلى ذلك. عادي. بعد كده لو أنت خلّصت خلاص الحاجات الonboarding sessions وخلّصت كل الtrainings الrequired في الأول، سواء security trainings أو whatever، وأنت لسه ما بتعملش حاجة، فأنت محتاج تعمل شوية إيه، أنت اعمل حاجات زيادة، خُش حته لو في براكتس. documents، لو في أي حاجة أنت ممكن تدعبس فيها، زي ما أنت قُلت أنت شُفت الcode، شُفت whatever، فبدأت تعرف الservices بتتكلم في إيه. امم بعد كده تبدأ الحتّة بتاعة الproactivity، إن أنا أروح لشخص مثلًا هو الmentor بتاعي أو الsenior أو حتى الmanager، واقول لهم أنا دلوقتي عملت 1، 2، 3، فأنا محتاج واتس عندي نيكست. capacity إن أنا ممكن أعمل حاجات زيادة. مظبوط. أوكي. ولو ما فيش الcapacity أو لسه مثلًا أنا دلوقتي لسه في phase فيها delivery، فما فيش حد لسه يأصّلني عليك حاجة، اطلب طب بُصّوا أنا مش هاعمل صوت، انا هشاذ. خدوني معاكم، خدوني معاكم زي ما أصل قديم قال. اخش معاكم شادوينج ومفيش أوكي. مشكله خالص. ده في الفتره اللي في الاول كل ده طبيعي. اهم حاجه ما يحصلكش ده بعدين، عشان أوكي. ده بعدين انديكيتور مش كويس. أكيد. طيب خلينا ناخد سؤال كمان. انا برضو لسه جديد في الشركه، إمم. يعني احنا برضو ما رحناش لحد قديم. في ناس بتبقى عندها كده حساسيه في انه انا عايز اطلب اجازه وانا لسه في البروبيشن، أوكي. او مثلا خلصت البروبيشن فانا برضو لسه اطلب اجازه دي ممكن يبقى حاجز انا محتاج اكسره مع المدير بتاعي. اطلب إمم. اجازه ازاي وامتى عشان برضو ما حدش يحس انه انا بتهرب من مسؤوليه او انا مش عايز اشتغل أوكي. فبطلب اجازه يعني. طيب خلّينا نبدأ بس نقول يعني الموضوع دوّة ممكن يبقى topic بيلمس شوية seniors وبيلمس الjuniors، لأن هو topic عام، أنا لسه داخل شركة جديد، امم فممكن يبقى عندي commitments من قبلها، أو أنا حاجز تذاكر طيران لحتّة أو whatever، كان عندي commitment وأنا قبلت الoffer، فأنا لو عملت raise لدوّة، لو أنا already عندي commitment، لو عملت raise لدوّة وأنا لسه في الأول، بيبقى indication إن الشخص دوّة شخص برضه مسؤول، امم أو لو في مشكلة هم بيبدأوا يقولوا لأ في مشكلة، إحنا عندنا في الوقت ده كذا، كذا، امم فهل هتقدر تأجل ده والّا لأ؟ فبيبقى في شوية كلام، امم فكل أمّا أقول ده بدري يبقى تمام. طب حتّة إن أنا ما فيش commitment ودخلت أنا شركة برّه مصر وعندهم الprobation period مثلًا 6 شهور، امم أو أنا في 3 شهور وحصل لي أنا محتاج فعلًا آخد break. أنا من وجهة نظري ما فيش حاجة اسمها deserving time off، يعني ما فيش حد بيقعد يحكم لأ عمر يستحق ياخد أجازة والّا لأ. امم ولو بيحصل ده في بيئة عمل، فهي بيئة عمل ممكن شوية نقول عليها toxic، نقول عليها سامة whatever، لأن هي الأجازة ده بيبقى يعني my own time، فأنا محتاج إن أنا دلوقتي هاdrop. امم طيب برضه من وجهة نظري إن لازم الناس تبقى عارفة الtypes of vacation عمومًا. أنا عندي أجازة اللي هي في مصر عادي طبقًا لقانون العمل، لو أنا لسه شخص جديد باقعد أول 6 شهور، بعد كده بيبقى عندي 15 يوم وزن السنة، once إن أنا عديت سنة تأمينية بيبقى عندي يعني حاجات شوية HR، بيبقى عندي مش عارف 21 يوم، بعد كده لو عديت 10 سنين 30 يوم، حاجات شوية ليها علاقة بقانون العمل. امم بس في أجازات تانية هي بيبقى أحد ال المزايا اللي بتقدمها الشركة، يعني مثلًا يقول لك الشركة ديّة بتقدم sick leaves، فهي ما لهاش علاقة بالأجازات بتاعتك، أنت لو تعبت امم فعلًا تعبت
وانا لسه بادئ شغل جديد، جالي دور برد، انا هعمل ايه؟ هل انا هقول لا انا هفضل شغال وانا تعبان عشان خاطر ما يقولوش ان انا لا، مش مش make ده sense اللي يعني. المفروض ان هو يحصل. في حاجه انا كنت عرفتها بس دي شويه ايه ادفانسد، مش موجوده في كل الشركات. كان في نوع اجازه اسمها كير جيفنج ليف، كير جيفنج موجوده في احد الشركات. يعني انا عرفتها ازاي؟ عرفتها بالصدفه البحته. كان في احنا دلوقتي في شويه دايفرستي، فاحنا ناس من مصر، ناس من دول عربيه، ناس من بره من يوروب وكده، فشغالين مع بعض كتيم. فاحنا كنا تيم صغير شويه، يعني يعتبر 60 شخص، ده تيم صغير يعني اوفرول. كنا بنشتغل في فيرتيكالز مختلفه. فكانوا قايلين لنا لو انت هتطلب اجازه من فضلك سبميت الاجازه وادخل قول للتيم كله ان انت هتبقى اجازه عشان خاطر حد يشيل شغلك. بتسيبها في الشات ان انا مش موجود النهارده. اوكي. فكان في حد، طبعا مش بتعدي 60 واحد، هو في الشات بتاع التيم يعني. فكان في حد من دوله يعني اوروبيه دخل قال يا جماعه I need a day off because my girlfriend is sick. انا محتاج وقت عشان ابقى موجود معاها. فانا انا كنت داخل اعمل هاها على سنه ترول. انا بجد داخل اعمل رياكشن ده، انتوا بتهزروا كتير وكده عليكم يا جاني. ايوه فبجد انا لقيت الناس بقى بدات تتعاطف وتعمل قلوب وشنج ده اول مرحله، بس بدات بالايموشنز. فاللي هو انا للدرجات جاي اللي هو اهدي حدانا في الغيط، مفيش الكلام ده. فبدات شويه ايه يحصل لي كده شوك. وبعد كده لقيت بقى الناس اللي هي طبعا جيت ويل سون والكلام ده، اللي هو لا ربنا يشفيها وينوي لها كل مشتاق. اللي هي الكير جيف يعني الكير جيفنج فاكيشن دي. فدي احد المزايا اللي بتقدمها الشركات، فانا ما ينفعش ان انا ما استغلش المزايا دي زي الشركه ان هي تقدم لي مثلا. ما ينفعش ما استغلش فعلا. بالظبط. ما ينفعش استغلش يعني الكير جيفنج بالكالتشر بتاعتنا. ايوه. فما ينفعش ما استغلهاش، لان هو بتتحسب ان هي اديت لي الاوبشن ده وانا ما استخدمتوش. الشركه مديها لك مثلا ممكن تجيب سكرين في الشركه بتعمل يور اون اوفيس مثلا جوه في البيت. ما استغلش ده خلاص براحتك. فانا لازم ابقى عارف ده، بس في نفس الوقت ما اجيش في الوقت اللي هو فيه كوميتمنتس كبيره، في ديليفري في وات ايفر، لا يا جماعه معلش انا بره. لا، ما انا عارف ده من الاول. وفي طريقه لطلب الاجازه، في اتيكيت. بالظبط. في اتيكيت لطلب الاجازه برضه. انا دلوقتي لو طالع اجازه لازم يبقى عندي باك اب، حد انا مظبط معاه اللي هو هيشيل شغلي. اروح اقول للمدير بتاعي ان انا عندي الوقت ده من بدري شويه، مش ان انا بكره ما فيش يعني حتى لو انت لسه فريش، وحتى لو انت لسه ما فيش حاجه قوي يعني تعطل لو انت مش موجود، برضو الموضوع يجي بشكل شيك. خصوصا كمان لو انت في فتره البروبيشن الموضوع بيبقى حساس شويه. اكيد احنا في الفتره دي بقيمك طالع اجازه رايح فين، يعني فاهم قصدي؟ واجازه قد ايه؟ ما هي ايوه برضه اجازه عن اجازه يعني تفرق. لازم الموضوع يبقى فيه نوع من انواع الارجنسي، اللي هو انا ما ينفعش ما اخدش اجازه دلوقتي. بطريقه شيك ما بنظبط مع المدير، والموضوع بيبقى بفريندلي بشكل فريندلي، ملوش علاقه خالص باللوز، علشان اللوز في على حسب الكيس. في لوز ما بتدكش ده كاوبشن اصلا، لان انت مفيش حاجه اسمها ناخد اجازه في البروبيشن، يعني ده مش اوبشن. بس انت بينك وبين مديرك بالحب بالطريقه بتحاول انت تريكوست ده بشكل يعني ايه، في نوع من انواع الاتيكيت، علشان برضو الراجل يبقى مقدر ان انت عندك ظرف او عندك حاجه محتاج ان انت تبقى مش موجود عشان. بالظبط. بس في العادي وانس ان انت خلصت البروبيشن وبقيت خلاص موظف، فبيبقى عندك الامبلوي رايتس اللي هي حقوق الموظف العاديه، يعني عندك اجازاتك اللي انت بتكون عارفها. واحنا برضو بننصح الناس ان هم يسالوا في الاتش ار ديبارتمنتس، يعرفوا ايه الرايتس بتاعتهم كامله، ازاي يستغلها امتى. دي واحده من الحاجات اللي انت تعملها وزن الاونبوردنج. فانت لو عملت اونبوردنج وانت مش عارف حقوقك ايه، دي مصيبه. يعني انت وانت بتعمل اونبوردنج اعرف ايه اللي ليك وايه اللي عليك. بالظبط. طيب انا لسه بادئ في الشغل جديد برضه، اصل احنا لسه واقفين في الفيس ديت. وعندنا زي ستاند اب كول كل يوم او ديلي ترياج او وات ايفر بقى، كل واحد على حسب الديبارتمنت بتاعته على حسب شغله. الناس كل يوم بتدخل تقول لك انا كنت المفروض بعمل كذا، خلصت منها 60%، فاضل الجزء دوت والنكست ستيب بعدها هعمل كذا. كل واحد كده في راوند تيبل بيعدي على واحد واحد. وانا لسه ما عنديش حاجات تقيله اقول لهم انا خلصت بقى الكورس الفلاني وخلصت الحاجات، يعني حاسسها حاجات ضيقه قوي. اعمل ايه؟ بص، هو مبدئيا انت كنيو هاير او كشخص لسه جاي جديد، انت طبيعي ان انت لو انت في الستاند اب بتشير ان انت انا خلصت الاونبوردنج الفلاني، يعني دي حاجه طبيعيه ان انت بتشيرها، دي حاجه اسايند عليك اصلا. فانت التاسك بتاعتك في الفتره بتاعت البروبيشن لو انت عندك اونبوردنج، التاسك بتاعتك هي الاونبوردنج. فانت محتاج تشير ابديتس عن الاونبوردنج. تمام. طب خلصت الاونبوردنج خلاص، محتاج اشير ابديتس. والله نرجع تاني للجزء اللي كنا بنقوله في الاول، لو انا لسه ما فيش حاجه اسايند عليا
انا ممكن مع الاونبوردنج بادي وانا بشادو التيكت تبقى اسايند علينا احنا الاثنين، يبقى هو فيرت اسايني وانا ساكت اسايني، والله انا كنت بشادو مع احمد مثلا في التاسك اللي كان بيبيلد فيها فيتشر مش عارف اكس واي زد، احمد كان بيعمل مينتنس او بيعمل مثلا ابديت او بيعمل ايا كان، فانا كنت بشادو معاه، فكنت مثلا عملت كونتريبيوشن صغير في الجزئيه دي، والفتره الجايه مثلا برضو هحاول ان انا اشادو مثلا مع حد تاني لو دي كباستي موجوده، لو لا احمد هيعمل معايا نوع من انواع الهاند اوفر سيشن مثلا لحاجه، وابدا ان انا اخد التاسكات اللي موجوده في الباك لوج اللي ريليتد بالحاجه دي. ف برضو بنرجع تاني لقصه البرو اكتيفيتي، انت بتحاول يعني ان ده ممكن انت يبقى هو المكان اللي انا باريز فيه ماي هاند واقول طبعا لهم اي هاف، بس مش بقول انا ما بعملش حاجه، لا ما برضه ما بنقولش كده طريقه عرض يعني الحاجه آه. بتفرق. وانا قاعد اي فاضي هاف كاباسيتي، لا اي هاف انا كاباسيتي، قاعد فاضي، ولو حد بالظبط. فيكم عايز عنده حاجه، عايز حاجه اه يقول لي احنا يعني. احنا عندنا حاجات بس انت مش هتعرف تعملها. اه بالظبط. بس هي لما بتقول انا عندي كاباسيتي ان انا اعمل حاجه صغيره، ساعات بيبقى في ايه، ريفاكتورنج بسيط في حاجه صغيره، مثلا لو انت سوفت وير انجينير ساعات بيبقى في حاجه فولو اب مع كاستمر الفلاني، فانت روح اتكلم معاه، ابعت له الايميل الفلاني، مجرد هتبعت ميل بس فيه ابديت او وات ايفر، فممكن يقصين عليك حاجات صغيره، برضه انت هتبقى اشتركت في حاجه مم. وبداوا يعرفوا ان فلان موجود، فانا ممكن واحده واحده، وانس انت بتعمل الجزء الصغير اللي عليك ده دلوقتي صح، واحده واحده يبداوا يزودوا التاسكس اللي موجوده عليك مظبوط. ويوسعوا السكوب اكتر. مظبوط. هو بشكل عام كل ما كنت برو اكتف اكتر في ان انت تلاقي حد يجايد يو ثرو بس الحبه اللي في الاول دول لحد ما تبقى انت خلاص تمام، م. هتعدي من غير مشاكل، ولا تحس ان انت متأزم، ولا انا تايه، ولا انا الدنيا انا قاعد فاضي ما بعملش حاجه. لو انت حاولت تكون بتثبت قصه البرو اكتيفيتي دي، لا الدنيا تمشي بشكل بسيط، ما فيهوش مشكله خالص يعني. تمام. طيب نختم بحاجه شائكه صغننه كده، حاجه اوكي. يعني فرصه ان احنا بس بنحاول نكسر الريتم او الباترن اللي احنا بنتكلم بيه. في ناس وهي لسه رايحه الشغل جديد ما بتبقاش عارفه تلبس ايه. البس ايه يا م. احمد وانا رايح الشغل يا احمد؟ طيب هو طبعا ما فيش حد يقول لك البس ايه بشكل واضح، يعني البس كذا كذا، اللبس اذواق عموما، بس احنا مش بنتكلم في النقطه دي، احنا بنتكلم ان في شركات بيبقى الريكوايرمنتس بتاعتها، او مش شركات، طبيعه شغلي انا شويه كاستمر فيسنج، وبروح للكاستمر في المكتب بتاعه، او بروح عشان اخد منه ريكوايرمنتس، ففي حاجات في شبه ناس كده. بتشوفني وانا ايمج للمكان اللي انا بالظبط شغال فيه. بالظبط، هي دي النقطه اللي عايز اوصل لها. مم. لو انت طبيعه شغلك وانت لسه بادئ، حتى لو انت كنت حاجه ليها علاقه بالسوفت وير انجينيرنج، هاو ايفر انت النهارده هتقعد مع الكاستمر عشان تجهز ريكوايرمنتس، عاملين تيم ميتنج والكاستمر هو اللي جاي لكم، فهتقعد معاه، فزي ما انت قلت انت ايمج للمكان. مم. فيعني لو انا الستايل بتاعي انا بروح بتي شيرت وعليه رسومات وبتاع which is good، يعني فاين، ما فيش مشكله في دوت، بس اليوم دوت انا هحاول شويه ابقى سيمي فورمال او فورمال، طبعا ديبينز على الليفل اوف الكاستمر، انا ممكن ابقى شغال مع حكومات ومش عارف ايه هو وجاي لي هو لو حد في كبير دريس كود الشركه هتقول لك يعني. بالظبط. بس انت تحاول برضه لو ما حدش قال لك تحاول ان انت تستنبط من سياق الموضوع كده. احنا في حاجه صغيره كده اهوت، ممكن انا عشان لسه طالع من الجامعه فكنت بلبس اي حاجه وانا رايح، ما يفرقش معايا الحته دي قوي، او مش بفكر فيها قوي، طالما انا لابس نضيف خلاص. هاو ايفر لو انا رايح الشغل، في حاجه كده كان ايه، خدت بالي فيها في الاول، احنا لسه ما عندناش عربيات، ولسه ما فيش الفلوس اللي انا اروح بيها باوبر رايح جاي كل يوم، دي بادجت كبيره جدا، مم. وده طبيعي للناس اللي لسه بتبدا. مم. فانا بروح بمواصلات، فبروح متبهدل، هي بس خدها نوت من فضلك، لو انت رايح بمواصلات حاول قدر الامكان ان انت ما تدخلش الشركه لسه بتبدا يومك وانت منزل ميه من كل حته، لابس كوتش ابيض ومتداس عليه من طوب الارض، في شويه نوتس صغيره كده لابس خد قميص بالك ابيض منها. منزل عليه طول الارض بالظبط، كده في فانت الاتوبيس. خد بالك من الحاجات البسيطه دي، لان انت في ناس انت مش بتتعامل معاهم، ما بيشوفوش غير شكلك، صح. وات سام بوينت هتتعامل معاهم، فانت زي ما كنت بتقول قبل كده الانطباع الاول بيدوم، فما طبعا. تحاولش تبان ان انت متبهدل وعرقان ومش عارف ايه، لا خد لك كده بريك صغير قبل ما تخش حتى الشركه. طبيعي ان انت لو انت لسه في الاول بيبقى في شويه بهدله كده عادي، ودي مرحله بنمر بيها كلنا، حاول بس تاخد بالك من شويه النوتس الصغيره دي، يعني ممكن في الشركه ما حدش يقولها لك، هو الطبيعي ان ما حدش هيقول لك ايه ده بص انت، غير لو كان صاحبك قوي وبعد فتره والكلام ده، مم. انت خد بالك من الحاجات البسيطه ديت اللي موجوده في الاول، حاول على طول يبقى في شكل، مش حاجه فجه في الالوان، يبقى في تناسق في اللبس اللي انت لابسه، حاجات بسيطه ممكن الناس ما بتبقاش بتكير بيها قوي في فتره الجامعه، ممكن يبقى غالبيه الناس ممكن تبقى واخده بالها منها، بس في شريحه ما بتبقاش واخده بالها منها، خد بالك من النوتس الصغيره دي. احنا برضو بنحاول نوضح للناس انه هو الموضوع مش بنبص له من منظور المادي لا خالص، بس احنا بنحاول نوضح انه طالما هتنزل مكتب في نوع من انواع الاوفيس ايثكس،
حاجات بسيطة بنعملها علشان زي ما قُلنا في الأول اللي هو إن مش بنطلون مقطّع، مش شورت مش عارف إيه. لأ طبعًا، هو طبعًا لو كده لو المكتب ليه dress code هيقول لك إن في dress code، بس العادي إن أنا أروح بشكل كويس مقبول ما فيهوش مشكلة، ما حدش يقول لك بيقيّم تكلّف الشكل كده، ما دي مش تتكلّفش في موجودة. لبس يعني، بس آه. بشكل مقبول. لو أنت كنت مطنّش ومسقّع في الكلية والدنيا في البلالة ما وباروح ت الكوتشي مبهدل ومتداس عليه من طوب الأرض يعني ما ده تعملش كده، أرجع. علشان إحنا كل اللي يهمنا في الجزئية دي إن أنت ما تسيبش انطباع يخلّي اللي قدّامك يتقفل منّك أو يتقفل إنه يتعامل معاك بعد كده مرّة تانية. ما أنت برضه في ناس لمّا تنزل المكتب ممكن تتعامل معاهم مرّة كل شهر، مرّة كل أسبوعين، أنت لو شافك في مرّة واتقفل هيتحفّظ شوية في إن هو يتعامل معاك مرّة تانية، عشان هو مش هيبقى عنده المساحة إنه يقول لك لأ خلّي بالك من مثلًا اللبس الفلاني، أو خلّي بالك من شكلي الفلاني، أو خلّي بالك من حاجة معيّنة محتاج تضبّطها في إحنا شكلك. ما فيش بنأكد إن المساحة هو دي. ما فيش حد بيحكم على حد لا، لا، لا بشكل خالص. أو مش ده اللي المفروض يحصل. لا، لا خالص. ممكن يبقى بيحصل عند بعض الناس، بس أقول لك مش ده الطبيعي. ما حد وأنت مش رايح عشان خاطر الناس تحكم عليك لا، لا، ما لأ. فيش الحتّة دي، بس إحنا نقول لك في شوية guidelines كدهوّة خُد بالك منها، في شوية notes صغيّرة ابقى خلّي بالك منها وخلاص، والموضوع يعني إيه، بسيط إن شاء الله. إن شاء الله. طيب خلّينا عشان ما نطوّلش على الناس، نُقف على هنا، أوكي. وفي الحلقة اللي جاية عايزين بقى نتكلّم شوية أكتر عن موضوع بيئة العمل ده، أوكي. نستفيد فيه برضه بشكل ما أو بآخر. تمام، وأنا مستنيك. يالّا بينا. ميرسي، شكرًا جدًا شكرًا ليكم جدًا ونشوفكم في ليك. الحلقة الجاية.